السلام عليكم. في قناتي صادق ماجد المسوي. طبعا اليوم جبت لكم طريقة كلش مفيدة أفيد بها الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، من جنوبه إلى شماله، من شرقه إلى غربه، من غربه إلى شرقه. وهي الطريقة كيفية تقديم الجواز عبر الإنترنت من الجوازات العراقية. طبعا أنا بس أجي على جوجل، أفتح الجوجل، أي كان عندك جوجل كروم، جوجل عادي، بس اكتب وزارة الداخلية. طبعا هي طلعت لي اول واحدة، بس اكتب وزارة الداخلية، افوت على الموقع وزارة الداخلية العراقية. هذا هو الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العراقية. بعدين اكو هنا خيارات لفوق، اجي هنا طبعا اكو العجلات المستوردة والهويات والاجازات، الغرامات المرورية، استمارة ترخيص التبعيات، إجازة السوق، جواز السفر. احنا مهمتنا جواز السفر، إذا كانت عندك غير شيء تقدر تختار إذا الهوية والهاي، بس احنا هسه شرحنا على جواز السفر. طبعا أضغط على رابط، طبعا مثل ما انتم شايفين فتحنا هذا الرابط، بس اضغط على جواز السفر. طلب جواز سفر المقروء إلى الياء. التعليمات الأساسية لتعبئة الطلب: يجب إدخال الحقوق الأساسية في الطلب المشار إليه جامز لامز. 2. بعض الحقوق تكون إلزامية حسب شروط معينة سوف يتم توضيحها لاحقا. 3. يتوفر 4 أنواع للطلبات، هي A. إصدار جواز سفر لأول مرة، يستخدم في حالة عدم وجود جواز سفر سابقا للمواطن. B. تجديد، يستخدم بحالة وجود جواز سفر من نوع A G E D سابقا منتهي بالصفحات أو منتهى الصلاحيات بسبب وجود خطأ من المديرية. C. يدل بفقد تالف، تستخدم بحالة فقدان أو تلف جواز سفر من نوع GAED السابق مع مراعاة وجود حكم من المحكمة، يعني لازم عندك إصدارات من المحكمة بما أنه جوازك ضايع. 4. الجواز السفر المتوفر هي A. جواز سفر عادي من نحو جميع المواطنين العراقيين. B. جواز سفر دبلوماسي يمنح لفئة معينة من المواطنين العراقيين مع وجود موافقة من جهة معينة، يعني إذا كنت مسؤول عندك جواز دبلوماسي. 5. طلب جواز سفر يدعم كل اللغة من العربية أو الكردية والإنجليزية. 6. المعلومات المالية تصحح الإلزامية في حالة أن نوع الجواز عادي ومكان تقديم الطلب داخل العراق فقط. 7. تقسيمات العنوان تكون إلزامية في حالة اختيار الدولة العراق. 8. معلومات ولي أمر تكون إلزامية في حالة عدم وجود ذكر أو أنثى أقل من 18 سنة. 9. حقل ولي الأمر يسمح بإدخال أي معلومة مثل اسم الأب أو الأم أو جهة أو قرار محكمة. 10. على المواطن أن يحضر جميع المستمسكات الأصلية والنسخة طبق الأصل ملونة وغير مزورة، يعني لازم مستمسكاتك الأصلية ولست مزورة. 11. يجب أن يكون أحد برامج قرار الملفات الإلكترونية PDF يعمل في الحاسبة المستخدمة لملاء استمارة، يعني لازم عندك هذا النظام PDF حتى من تقدم الاستمارة ترفعها بشكل ملف.
12. جاء التأكيد من صحة المعلومات قبل الضغط على عرض الطلب للطباعة. لازم تتابع المعلومات قبل ما تطبع الاستمارة. 12. جاء التأكد من صحة المعلومات قبل الضغط على الطلب للطباعة. 13. بعد إكمال النواقص في ملء الحقول إن وجدت سوف تظهر الاستمارة الإلكترونية والتي تحتوي معلومات الشخص مشفرة على شكل باركود في جهة اليمنى العليا من الاستمارة. 14. آخر خيارات نوع الطابعة المربوطة في الحاسبة وإكمال طباعة الاستمارة أو خزنها على نفس الحاسبة وطباعتها في وقت آخر. طبعا هاي الشروط الأساسية للجوازات السفر العراقية. طبعا هسه أجي عن الاستمارة. نوع الجواز اللي هو الباسبورت مثل ما قلت لكم أني عندنا عادي خدمي دبلوماسي بحري. أنا أختار عادي، أنا مواطن عادي. نوع الطلب يعني إذا كان أصدار لأول مرة أسوي جواز إن أنا بدل تعرف إذا عندي جواز ضايع بدل تعرف يعني تجديد أو بدل فاقد يعني ضايع الجواز وهنا تجديد أحدث الجواز. طبعا هنا الاسم استمارة الحصول على جوازات سفر مقررة لها يعني نكهلكات مؤقتة كردي. الاسم تكتبون صادق اسم الأب حسين اسم الجد كاظم. اللقب مسوي. الأم نادية حسين نادية. طبعا مكملة هاي الأسماء هو الجوازات العراقية راح تحولها إدراج الاسم بالإنجليزية يعني هي اللغة تستخدمها بالجوازات السفر. طبعا راح أدوس على طبعا first name صادق. father name اللي هو اسم الأب. grandfather name كاظم. last name اللقب المسوي. mother name اللي هو اسم الأم نادية. mother friend name حسين نادية. طبعا هنا راح أجي أمليها هنا عندنا 1999. طبعا أجي أسوي هنا محل الولادة داخل العراق أو خارج العراق وأختار الديانة. المهنة أختار المهنة. مثلا إعلامي مهنة إعلامي. تاريخ الولادة مثلا أسوي 2 مثلا 1999 شارحة 3.26. طبعا هنا هو عدة مثلا 5/2015 7/5 تاريخ الولادة. الحالة اختار أعزب وأكون متزوج مطلقة أرمل. إذا مثل ما قلت لكم الديانة إعلامي أقول الديانة مسلم والمهنة الإعلامي. الجنس ذكر أو تختار إذا أنثى. البلد
العراق وأختار أي بلد إذا كان يقدم. المحافظة أختار بغداد، وأنا طبعا كل المحافظات بغداد. ناحية مركز القضاء، وأكو النصر والسلام. أي وحدة. طبعا هاي معلومات والبطاقة. طبعا لازم كل تنزل المعلومات اللي بضعها: الجنسية ورقم الهاتف والإيميل. هنا عندك المحافظة، هنا السجل، هاي هنا املاء البطاقة الشخصية، يعني تملأ البطاقة الجنسية. هنا تكمل معلومات شهادة الجنسية. هنا تكمل معلومات بطاقة السكن بالمعلومات المطابقة. هنا تكمل المعلومات بالبطاقة التأمينية. أوافق على إصدار جواز السفر القاصر أعلى. بيانات الجواز السابقة اللي هو الباسبورت. البيانات المالية، طبعا لازم عندك صك من البنك إذا رافدين، من بنك رافدين، وتحط اسم المصرف وعنوانه، مثلا بنك عافية. طبعا لا تتورط وتسوي وصل أو شيك أهلي، ما ياخذون من أي مصرف أهلي. طبعا عندك المصرف، اكو مصرف رشيد ومصرف رافدين ومصرف العراق الإسلامي. انت لا تروح المصرف رافدين اللي هو حكومي، ياخذون من المصارف الحكومية الصك. وطبعا هنا تكمل مثلا جنسية أو جواز، وهنا رقم الصك تنزله. طبعا عرض الطلب للطابعة، إخفاء التعليمات، صفحة رسمية. من أضغط هنا عرض طلب للطابعة، جواز خل، يعني بعد ما نكمل المعلومات. تحياتي، كان معكم صادق الموسوي. أتمنى استفادتوا مني وتقدمون جوازكم عبر الإنترنت. ليش تروحون تعبون حار شمس كديل والمصامات؟ كان وياكم صادق الموسوي. تحياتي. اضغط شير، اضغط لايك، سووا متابعة القناة. تحياتي. زوروا قناتي على اليوتيوب صادق ماجد الموسوي. زوروا صفحتي في الفيسبوك، أنا مسكر راح يتكلم صادق ماجد الموسوي. أو إذا كنت تحب تزور صفحتي المصور صادق ماجد الموسوي.